بصوا حبايبي، انا خلصت الفلافل الجميله اللي احلى من الكفته. حاجه جميله جدا، حاجه بسيطه زي ما انتم عارفين ان انا كل حاجه بحب اعملها بشكل جميل. نزين اي حاجه، دي احلى من الكفته يا جماعه والله. الفلافل البيتي الجميله النظيفه اللي داخل علينا رمضان بقى نعملها كل حاجه في بيتنا. وسهله جدا. النص كيلو الدوني العبوتين دولت انا حطيتهم في العلبه هنا وهنا. كل واحد بقى يا حبايبي يحطهم في الكياس، يحطوها تحطوها في الكياس، تحطوها في العلب. دي حلوه قوي، ممكن نحطها تحت الفريزر على فكره. مش محتاجه حاجه يعني للجو ساقعه، احنا هنسحبهم على طول لان هي طعمها خطير جدا وشكلها النهائي هو ده. دي الفلافل الجميله جدا. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، ودايما اشوفكم على خير في وصفه جديده. تابعوا الفيديو. باي باي. اهلا وسهلا، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم فلافل طعميه، هنعملها في البيت. طريقه سهله وطريقه جميله، وحاجات برضو احنا قلنا كل حاجه عايزين نعملها في البيت. انا قبل كده عملت الفول وبنزل لكم برضو الفلافل يا جماعه. احنا داخلين على رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عايزين نحضر حاجات كده لرمضان بقى، تنفع سحور، تنفع فطار، تبقى موجوده في البيت يا جماعه. ما نشتريش حاجه من بره، ماشي؟ انا معايا نص كيلو، اخش على المقادير على طول. معايا نص كيلو فول مدشوش نقعاه من بالليل للصبح عشان يطرى معانا. ومعانا التوابل بتاعتنا يا جماعه. هي نص ملح، نص معلقه ملح، معلقه كزبره، معلقه كمون. ومعايا من كل حزمه الكزبره انا بحب احط فيه الشبت يا جماعه، والشبت وبقدونس. ومعايا قرن فلفل كده اخضر بحبها برضو معاه، و5 فصوص توم و3 بصلات صغيرين. هي دي مقادير نص كيلو يا جماعه. نص كيلو الفلافل. ويلا بقى هنخش على الكبه. في ناس بيعملوها في الخلاط بس انا بحب اعملها في الكبه. وثانيه واحده بقى، وخلينا معانا نحط المكونات كلها وخليكم معايا حبايبي. انا اول حاجه هننزل بالثوم والبصل، هضربهم وهرجع لكم تاني. حطيت معلقه، حطيت الملح، وحطيت معلقه فلفل اسود. وبعد كده انا هنزل بالفلفل كده. اول حاجه هنضرب الحاجات الحلوه دي كلها مع بعض. وبرده الخضره انا بخليها في الاخر برده. ثانيه واحده. ضربت الخضره، ضربت الفلفل مع الثوم والبصل، وبعد كده حتى الخضره اهو برده، وهضربها تاني برده لوحدهم. عايزاهم الاول يبقوا يعني ينعموا جامد معانا عشان نحط الفول يعني نضربه مع بعض. ثانيه واحده يا جماعه. ضربت بقى الفلفل مع كل الحاجات الخضراء، مع الفلفل الالوان مع الخضره مع كله. هبدا بقى احط حبه حبه كده في الفول، وننزل بيه واحده واحده بس كده ونطحنه، ويبقى احلى فلافل وسهله جدا، ما بتاخدش معانا وقت يا جماعه. خليكم معايا. حبايبي انا ضربت كله مع بعضه، بس انا بقى هفضي الكبه تاني وهعيد عليه حبه حبه لان هو لسه ما نعمش معايا. انا عايزاه ناعم جدا الفول مع الخضره مع الحاجات الجميله دي. وثانيه واحده كده هنزلها. بليتها بقى يا جماعه. بصوا اللبابه بتاعت العيش وحطيتهم هما، شلت القشره من فوق على قد ما اقدر. وهنحط بقى شويه فلافل كده تاني وهنضربها وهنقلبهم كلهم مع بعض. هتبقى في منتهى الجمال. سر المحلات معايا انا بس. ويلا بينا نضربها. وثانيه واحده عشان الصوت هوريها لكم. بصوا حبايبي انا حطيت اللبابه بتاعت العيش اهو، ضربتها خلاص كده هي نعمت معايا. هنحطها بقى. احنا هنحط بقى معلقه بيكنج باودر، وهنحط معلقتين نشا. دي الجديد بقى معايا في الفلافل. النشا قد ايه؟ هو هيديها خرفشه، والبيكنج باودر هيديها مش ما هتبقاش مكتومه. وثانيه واحده وخليكم معايا. ادي الفلافل نزلتها حبايبي. انا هحط معلقه بيكنج باودر كبيره. انا ما عنديش اللي هو التاني دوت بستخدم انا البيكنج باودر. ما بحبش الكربونات ودوت، انا ما بحبوش. انا بحبه في الفلافل كده. وادي معلقتين نشا اهو. النشا اللي بقى هيديها لك
سر الشويبسي ده. هتبقى مخرفشه وهتبقى جميله ومش مكتومه. وانا في ناس بتحطها وتفرزها وبعد كده تطلع تحط التوابل، لا انا طبعا بحط كله مع بعضه يا جماعه، بحيث ان احنا لما نيجي نفكها احنا مش هنستنى نفكها ونحط بقى، احنا بنفكها نطلعها كده تمسك نفسها ونطلع على الاقل هي على طول. عايزه تحطي معاها بيضه، عايزه تحطي معاها حاجه، هي دي طريقتي في الفلافل. ويلا بقى نقلي شويه كده ونفرز الباقي واوريكم مع احلى فلافل. عايزه اقول لكم كمان الشبت مدي ريحه تحفه يعني. ماشي يا حبايبي، وثانيه واحده حبايبي، النص كيلو الفلافل انا حطيتهم في علبتين دولت. الدنيا علبتين دول كده حلوين قوي يا جماعه. كل واحد يحط بقى تبع افراد الاسره، يشوف الكميه اللي هو هيحطها. العلب دي حلوه قوي عشان برده لما تطلع بتبقى كويسه. دول علبتين هنحطهم في الفريزر. هتحطيهم تحت وانت الجو ساقع دلوقتي، ممكن نستخدمهم تحت يا جماعه. نحطهم كده من في الدرج اللي تحت الفريزر، مش هيبوظوا لان الجو ساقع جدا. وانا معايا شويه هنجربهم ونقليهم. انا بحب احط فيهم السمسم وحبه البركه من جواهم، وبعد كده ممكن نحط يعني عشان احس اللي السمسم مش بره بس، انا بحب جوه وبره. فثانيه واحده بقى هنحطها على النار وحاطه الزيت في ثانيه واحده. بصوا حبايبي، منتهى الجمال. هي عملتها لكم مدوره برده، بس انا بقى ايه مش عارفه يعني اعملها لوحدي، فانا بوريها لكم كده برده. ما بتفكش وجميله جدا وعامله زي البانيه، منتهى الجمال. احلى فلافل في البيت يا جماعه. وثانيه واحده هنقدمها.